النهارده يا جماعه ايه؟ النهارده الاثنين 3 رمضان. هنقطع بقى ايه النهارده؟ الاثنين اهو، 3 رمضان 1446 و24. احنا في امشير دلوقتي. هعمل لهم بقى النهارده ايه زي ما انتم شايفين بقى. الفطار بتاعنا النهارده يا جماعه هنعمل بانيه. مسكت بقى البانيه زي ما انتم شايفين بقى كده وقطعت اهو، اهو شرايح. هتبله بقى ايه؟ ما عندي هنا البهارات هنا، هتبلها بقى بتوم باودر وبصل باودر وبابريكا، واجيب بقى ملح وفلفل. اجهز بس ايه البهارات. وجايبه هنا معايا هعمل لهم النهارده قطايف. وده رز ايه بسمتي اهو، لسه هنقعه واغسله وانقعه شويه. وطبعا مولعه اللبن هنا ايه تغلى علشان القطايف. عامل مهلبيه. وهنا ايه زي ما انتم شايفين كده هنا دوت قمر الدين. كنت نقعاه من بالليل عشان اعمل لهم ايه، هعمل عصير قمر الدين. فانا هتبل الاول البانيه الاول اركنه عشان اركنه على جنب. احط بقى ايه البهارات. بصوا احط ايه اول حاجه ملح، ماشي. احط ايه فلفل، ماشي. احط توم باودر، بصل باودر اهو، احط ايه شويه بهارات فراخ، شويه كركم، وعندنا ايه شويه كده قرفه يعني صغيرين خالص ونحط شويه شطه، نحط هنا ايه شويه ايه روزماري كده. لسه ايه ولا بعدش البابريكا. احط شويه ايه بابريكا، واحط بقى شويه هنا لبن واقلبه بقى مع بعض. كانت البهارات اهي. هنا بقى شويه اللبن اهوت اهو. احط ايه شويه لبن كده عشان يطريه اهو. واقلب بقى ايه كل ده مع بعض. ممكن احط برضو ايه شويه خل اهو. كان عندي حطيت شويه صغير كده من بهارات الفراخ، وحطيت 7 بهارات اهو كمان. اقلب بقى ايه تاني كده تقليبه كده، وبعدين ايه ارجع لكم تاني. اركنها بقى احطها بقى في التلاجة بقى على جنب. هنا بقى كده الرز اهو البسمتي اهوت. هغسله بقى وايه وانقعه. عايزه انقعه شويه يعني، شويه كده ايه عم اجي ايه اولع عليه يجي ساعتين كده ولا حاجه. ولما يتنقع يبقى احسن. فانا هغسله بقى دلوقتي اهو. احطه بقى في الحوض وايه احاول انا اغسله. طبعا هنا انا غسلت المواعين اهوت، منظف يعني ايه نضيف.
بس كده ايه على اللبن. هنا انا قعدت الرز اهوت يا جماعه، مش شايفينه في ميه اهو، بسيبه بقى ايه براحته. هنا بقى روقت، قلت للاولاد اهوتي يعني روقتها كده على المشي كده. هنا مكه هنا نايمه، فما عرفتش بقى انا ايه اسوي السرير ده زي ده. سبت بقى البطانيه زي ما هي كده اهو، بقى عليها النور. هنا بقى انتوا شايفين بقى ايه هسوي بقى عملت اوضه الاولاد، هبقى الاوضه بقى بتاعتي بروقها. زي ما انتوا شايفين بقى روقت الدنيا زي ما انتوا شايفين اهوت. دي الطبله بتاعت مكوكه اهي، جميله قوي اهو. بصوا تقعد بقى تطبل عليه. اصحى يا نايم، اصحي يا مكة، اصحي يا مكة. جميل اوي، على ابوك وطمطم وفرانيس وبكار، جميلة. هنا بقى ايه هروق بقى السرير واشوف بقى انام قافل، تبدا بقى انا اجهز بقى في الفطار، وعندي نشر هدوم، وعندي شوية حاجات لسه هعملها برضه. هنا بقى اهو روقت السرير اهوت زي ما انتوا شايفين، روقت الأوضة اهو زي ما انتوا شايفين الأوضة نظيفة اهو. عملت المهلبية اهوت يا جماعة، وهسيبها بقى ايه لما تبرد خالص، وبعدين بقى ابدأ احشي بقى ايه القطايف. يعني مش هحشي قطايف لما تبرد خالص، بصوا ما تبرد خالص وبعدين ايه احشيها. عندي بقى هنا ايه شوية نشير كده هدوم كده هنشرهم في الشباك، اروح بقى ايه انشرهم بقى ايه، وبعدين ايه اخلص شغل الشقة خالص، وبعدين ادخل بقى في المطبخ تاني. روقت بقى الصالة زي ما انتوا شايفين اهوت كل ايه، وهنا اهوت برضو، يعني الشقة تبقى ايه بقت متروقة وجميلة زي ما انتوا شايفين اهو. هنا بقى انا بصلي في الركن دوت، وساعات بصلي التراويح في الجامع، وساعات بصلي التراويح هنا في البيت. وهنا بقى روقت برضو الانتريه برضو هنا اهو زي ما انتوا شايفين. هقعد بقى ايه، هقعد بقى هنا بقى اعمل القطايف احشيها، عشان بقى ايه اشوف بقى اعمل ايه تاني، اخش بقى في المطبخ اكمل شغلي في المطبخ. هنا بقى يا جماعه كنت بعمل قمر الدين في الخلاط. زي ما انتوا شايفين. طبعا انتوا عارفين انا كنت قطعها من على بيات ونقعها في شويه ميه، وحطيت بس شويه سكر صغيرين. ده طبعا هو مسكر، ما نكترلوش سكر يعني. وكان عندي برضو شويه كركديه فايضه يعني من اول يوم رمضان، لسه عندي منه شويه. هنعمل شويه من ده وشويه من ده، لان عندي اولادي ما بيحبوش القمر الدين. انا بس وابو محمد بس اللي بنحبه، و وما يشوق الكركري بقى، واحطه بقى في التلاجة بقى يسقع بقى لغايه ما ايه ما وقت الفطار يعني. هنا بقى كنت رايحه اصلي العصر، اصلي العصر بقى وارجع بقى اكمل شغلي في المطبخ. هنا بقى ايه يا احمد، هنا بقى هنا على الفيجيتار، مقصوبات من ده وفيجيتار، ده الفيجيتار اهي، وده البانيه اهوت، وهنا ايه بيض هعملهم بقى. هنا بقى هعمل بقى رز البسمتي زي ما انتم شايفين. بقى البصله عملت حوالي كده بصلتين نص كده صغيرين، وعملتهم في الكبه، وبعدين جيت عليهم بشويه زيت على شويه على معلقه سمنه، وزيت بالبصل. هيبدا يصفر ياخد لون شويه. معايا بهارات هنا بقى ايه، دي بهارات فراخ وكركم كركم وبهارات فراخ. ودي عندي مرقه دجاج يا جماعه. وهحط برضو شويه قرفه برضو صغيرين، وهحط ملح وفلفل، واحط برضو شويه زبيب يعني ايه. بس طبعا كل حاجه اما البصل بدات تصفر معايا زي ما انتم شايفين اهو، نزلت بالكركم والبهارات الفراخ، وبرضو 7 بهارات. وعندي هنا ايه اللهم صل على النبي، وقلت مرقه دجاج. دي مرقه الدجاج اللي هي السايبه يا جماعه، ماشي المكعبات، بتبقى جميله قوي، بجيبها من عند العطار بتبقى حلوه. واحط شويه قرفه صغيرين زي ما انتم شايفين، وحبه فلفل صغيرين. طبعا مكة كانت قاعدة جنبي وقاعدة لبخاني، اما بتقعد جنبي على الرخامة بصوا ما بعرفش اعمل منها حاجة،
بتبقى عايزة تعمل هي تحط هي الحاجات وتشتغل وتعمل، وبتطبخني ساعات طبخ وكده. فالمهم بقى ايه، هتقلب بس البهارات كده مع البصل عشان تاخد تطلع ريحة البهارات كده تطلع. وبعدين انزل بقى ايه بالرز، واحط كنت انا برضو مجهزه برضو شويه زبيب بس ما جاتش معايا في التصوير، احط شويه زبيب وقمت نازله بالرز. طبعا مجهزه ميه مغليه في الكتل، هنزل عليها على طول بميه سخنه مغليه. ده رز، عن الرز بسمتي يا جماعه، انا كنت نقعاه حوالي يجي ساعتين. ما كل ما بيتنقع بيبقى احسن اهو، ما شاء الله. حطيت بقى إيه كميه كلها، وبعدين ايه هنزل بالميه. هقلبه بس كده تقليبه، وبعدين انزل بالايه بالميه المغليه اهو. لو انت بقى اول مره تشوفي قناتي، ما تنسيش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين يا جماعه، ورمضان كريم عليكم. خلاص يعني النهارده بقى تالت يوم رمضان، ما شاء الله، يعني 3 ايام عدوا هوا كده. يعني بصوا، انا عارفه اللي هو رمضان بيجري بينا بسرعه، ما بنلحقش ان يعني نفرح بيه بجد. هنا بقى كنت بحمر البانيه، وهنا القطايف برضو بحمرها في نفس الوقت جنب بعض، وكنت في نفس الوقت كنت مولعة، كان لسه كنت مهدية على الرز اهو. ده الرز اهو يا جماعة، بعد ما ينشف المية بتاعته مهدية النار عليه خالص. وبنفس الوقت كنت بحمر القطايف والبانيه برضو اهو. القطايف اهي كده. خلاص يا جماعة، خلصنا الفطار زي ما انتم شايفين، وخلاص المغرب بقى خلاص هيأذن. ده رز البسمتي، وهنا الكركريه، عصير الكركريه، وهنا ده البانيه اهوت، ما شاء الله طلع تحفة. ودي اللي هي السمبوسة يا جماعة اللي كنت عاملاها معاكم الفيديو اللي فات، المحشية بالجبن. بصوا خطيرة، جربوها يا جماعة، بالجبن مشكلة ومع فلفل ألوان جميلة قوي، أحسن من اللي باللحمة كمان. وهنا العصير قمر الدين. وده كان فطارنا النهاردة، وده نص البسمتي اهوت، وده الفطار بتاعنا. يا رب جربوا الوصفة دي في رمضان، على الفطار في العزومات بتبقى جميلة قوي. زي ما انتم شايفين. ده كان فطارنا النهارده. ما تنسوش بقى ايه باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وكومنت حلو منك كده مشجع. وكل سنه وانتم طيبين يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استناكم في فيديو جديد.